السلام عليكم ورحمة الله أخوتي المغاربة المغربيات، مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على أحسن المناطق اللي كتمثل بداية جديدة داخل دولة إسبانيا، اللي ممكن تبدأ بها صفحة جديدة في حياتك وتلقى فيها الاستقرار والسكن والمعيشة في ظروف مناسبة. بلا ما نطول عليكم في الفيديو نبداو على بركة الله. معنا واحد الخريطة ديال الانستيتوتو ناسيونال دي ستاتيستيكاس ديال اسبانيا، واحد الخريطة كافية شافية. غنهضروا على لاس بروفينسياس اللي كيفقدوا او لا كيربحوا مواطنين جداد كل عام، اما كيفقدوهم واما كيربحوا مواطنين جداد. وغادي نشوفوا الفرق ما بين المدن اللي صالحة للعيش والاستقرار والمدن والمناطق اللي ما صالحاش للعيش والاستقرار بالنسبة للمهاجر المغربي. نعاود نقول لكم الا كنت هذه اول مرة كتشوف هذه الفيديوهات ديال هذه القناة، مرحبا بك اخي اختي. دير ابوني في القناة باش يوصلك الجديد ديالنا، واعطي واحد لايك للفيديو ونبداو على بركة الله. كما كنشوفوا هذه الخريطة اللي هي ديناميك شوية، كنشوفوا فيها الالوان بالازرق كتمثل المدن او المقاطعات اللي كتربح ساكنه جداد، يعني ناس كيجيو ليها يسكنوا جداد، والاغلبيه ديالهم كيكونوا مهاجرين من خارج اسبانيا. اما المناطق اللي باللون الاحمر والاحمر الباهت فهي المناطق اللي كتفقد الساكنه ديالها وكيهربوا منها الناس وكيتجهوا للمدن الكبرى والمناطق الزرقاء، كيهربوا من المناطق الحمراء ويمشيو للمناطق الزرقاء. نبداو على بركة الله ونشوفوا بان مدريد، نشوفوا التركيز ديال الساكنه. هذه خريطه كتعبر على التركيز ديال الساكنه. التركيز ديال الساكنه دابا ابتداء من 2020 دابا المناطق الساحليه ديال اسبانيا، الساحل الشرقي ديال اسبانيا كله بلان. يعني الا كنتي مهاجر مغربي باغي تستقر في اسبانيا وكتقلب على فرص واعده ومستقبل مشرق، كنصحك تبعد على المناطق اللي بالزرق غامق، بحال دابا برشلونه. نهضروا على برشلونه، تاراغونا، ييدا، نهضروا كاتالونيا كلها بعد عليها، وبعد على كومونيداد فالنسيانا حتى هي عمرات بزاف، وبعد على الميريا عمرات بزاف، الميريا ومورسيا، هادو كلهم عمروا بزاف بالمهاجرين. بعد منها الاندلس كنعرفوه بانه عمر بالمهاجرين، ولكن المنطقه الوحيده اللي عمرت الاندلس بالمهاجرين مزيان واللي هي مالاغا، بروفينسيا ديال مالاغا. اما تا خاين وكوردوبا كيعانيوا وكيفقدوا مواطنين وكيهربوا منهم الناس، لانهم مناطق فلاحيه بامتياز واخا مزيانه كيهربوا منهم الناس. نشوفوا هنا شويه الازرق الفاتح كتكون فيه نسبه مستقره ديال عدد الساكنه ديال داك المدينه او لا بروفينسيا اسبانيولا. مدريد كما كنشوفوا، مدريد ولا سيوداد الريال عامره بزاف وكتربح سكان جداد كل عام، كيتسجلوا فيها سكان جداد. كيبقى كما كنلاحظوا في الخريطه النصف الغربي من شبه الجزيره الإيبيرية، النصف الشرقي كله كيغلب عليه اللون الازرق. اما النصف الغربي من شبه الجزيره الإيبيرية كله كيغلب عليه اللون الاحمر. يعني اسبانيا مقسومه على جوج، جهه كتزدهر وكتعمر بالساكنه وكيكثروا فيها المشاكل وكيكثر فيها الزحام وكتكثر فيها البطاله وكيكثر فيها الغلا وكيكثروا فيها بزاف د الحوايج السلبيه، وجهه كتفقد المواطنين ديالها وكتسيطر فيها الطبيعه، كتولي الطبيعه الام هي المسيطره. الجهه الغربيه ديال اسبانيا من الجنوب تقريبا من اكستريمادورا وهي طالعه، قول من الاندلس وهي طالعه، كوردوبا قلنا داخله وخاين داخله، حيت ناقصين ليهم السكان بزاف. كل عام كيفقدوا ساكنه كبيره وكيحتاجوا ساكنه جديده او مهاجرين جداد اللي عمروا المناطق اللي خلاوها او اللي عمروا البلايص اللي خلاوها الناس اللي خواوها. كاسيريس كما قلنا اكستريمادورا من اكبر
الكومونيداديس اللي معرضه لا ديسبوبلاسيون وكيهربوا منها الناس. نشوفوا كاستيا اي ليون، راه هضرنا عليها في الفيديو السابق. كاستيا اي ليون اكثر منطقه مضروره فيها واللي هي سامورا، هي اكثر المناطق لاس بروفينسياس اللي مضرورين بزاف. يعني بنادم يشوف الفرص ديالو سامورا، كي من بعد منها سيغوفيا وابيلا مستقرين، بايادوليد مستقره. نشوفوا هذه توليدو كتربح ساكنه جديده كل عام، كتنضم ليها ساكنه جديده. سالامانكا حتى هي كتفقد واحد النسبه قليله ديال الساكنه. نشوفوا غاليسيا فيها مناطق مستقره بالازرق، ولكن لوغو كتفقد بزاف ديال الساكنه ديالها. استورياس كيفقد الساكنه ديالو بزاف. ليون في كاستيا اي ليون حتى هي كتفقد الساكنه. قلنا هنايا بورغوس حتى هي كتفقد بورغوس. المهم كاستيا اي ليون كلها كتفقد ساكنه كبيره وكتحتاج ناس جداد اللي يعمروا المناطق في كاستيا اي ليون. قلنا بالنسيا، قلنا هادي نابارا مزيانه كيجيو ليها ناس جداد. نشوفوا لا ريوخا، نشوفوا ويسكا. المهم كاستيا لا مانشا مستقرة الأوضاع فيها، ما كتفقدش ساكنة كبيرة، مستقرة الأوضاع، كتمشي معادلة مع الوقت، ما كيهربوش منها وما كيجيو لهاش ناس جداد شي بلايص. ولكن المناطق اللي كيغلب فيها اللون الأزرق كتستقطب العديد من المهاجرين وسكان جداد كيجيو يسكنوا فيها. المناطق الحمراء وأكيد هي فرص المستقبل، فرص البدايات الجديدة ان شاء الله. لكل مغربي او مغربيه باغي يستقر في اسبانيا وعيا من الغلاء في المدن الكبار، وعيا من الاكتظاظ ومن الزحام ومن المشاكل ديال الحياه في المدن الكبيره، عليه بالمناطق اللي وريتها لكم. غادي ندوزو للتفاصيل، نشوفوا التفاصيل ديال هذه الخريطه. كما شفنا هذه راه خريطه ديناميك، ممكن تدخل لها اخي اختي، ممكن تدخل لها وتكبر كيف ما شتي وتشوف مقاطعة بمقاطعة وتشوف المقاطعة اللي تناسبك. غنشوفوا بحال دابا هادي في الأندلس، خاين كتفقد بزاف عدد كبير ديال الساكنة اللي كيهرب من خاين. كوردوبا كما قلنا. المهم كبر الخريطة، راها خريطة مزيانة وفيها تفاصيل واعرة غادي تميز لك المناطق او لاس بروفينسياس اللي ممكن تمشي تعيش فيهم بأريحية، لأنهم كيسهلوا ظروف الإقامة والعمل والمعيشة للوافدين الجدد أو لوس نويبوس بيسينوس كما كيسميوهم. هاد المناطق اللي كلهم منضمين تحت بزاف ديال لي بروجي في دولة إسبانيا. داك لي بروجي كيساعدوهم في جلب السكان الجداد، سواء من دول أمريكا اللاتينية خاصة، لأنهم تيفضلوا يديروا التعمير في هذه المناطق بمهاجرين من دول أمريكا اللاتينية. إلا بغيتوني نهضر لكم على اللاتينيين والمهاجرين من دول أمريكا اللاتينية والمقارنة ديالهم مع المهاجرين المغاربة والسيطرة الكبيرة ديال المهاجرين اللاتينيين، قولوها لي في التعاليق، ندير لكم فيديو خاص على الفرق ما بين المهاجرين المغاربة والمهاجرين اللاتينيين، وشنو المميزات اللي كتعطيهم الدولة الإسبانية، شنو المميزات اللي كتعطي المهاجرين اللاتينيين، وتسهيل الحياة والمعيشة، كتسهل عليهم بزاف ديال الحوايج في مقابل تصعيب الأمور على المهاجرين العرب والمغاربة. إلا بغيتوني ندير لكم فيديو على هذا الموضوع قولوها لي في التعاليق، راني ندير لكم فيديو سير بلاص نهار أو يومين نهضر لكم على لوس لاتينوس ولوس موروس المغاربة اللي المغاربة والميزان ما بيناتهم في المناطق في اسبانيا. المهم كما شفنا الخريطه قولوها لي في التعاليق ودعموني بواحد لايك وسبسكرايب في القناه وتعليق مفيد باش تزيد القناه شويه لقدام. ندخلوا للتفاصيل ديال هذه الخريطه ونشوفوا الاحصائيات والارقام. هادو هما المناطق او المقاطعات لوس مونيسيبيوس اسبانيا كي غانا بوبلاسيون. هذه الاحصائيات ديال 2020 واللي هي اخر احصائيات لقيتها كتهضر على هذا الموضوع ديال
ديال المناطق اللي كتفقد الساكنه ديالها. قلنا اكبر غنشوفوا هنا المناطق دابا اللي كيجيو ليها الناس يسكنوا فيها، المناطق المكتظه واللي عمرات بالمهاجرين وعمرات باليد العامله وعمرات بالبراني وفيها عدد كبير ديال النسمه. المهم مناطق مكتظه عمرات. كنصحك اخي المغربي اختي المغربيه تبعد منها وتقلب على راسك. انا نعطيك المناطق اللي محتاجه للسكان ومحتاجه اليد العامله، انا نعطيها لك من بعد. نشوفوا بعد المناطق اللي عمرات باش تجنبها وما تدورش بها. انا نصيحتي من خوكم ليكم تجنبوا المناطق العمراء، واخا فيها فرص الشغل، راه فيها المعيشه غاليه، السكن غالي، المصاريف غاليه، كل شيء غالي فيها. ظروف المعيشه زائد الضغط زائد ظروف مواسيه باش كتعيش فيها في الجحيم. اذا كنتي عايش في مدينه كبيره راك عايش اخي في الجحيم. ننصحك تبدل العتبه كما كنقولوا بالدارجه المغربيه. اخي اختي مدريد راه فيها 3 مليون ونص ديال البشر، يعني كل عام كتزاد ليها. تخيل بان مدريد كيجيو يسكنوا فيها كل عام رسميا امبادرونادوس بالوثائق ديالهم مهاجرين، حوالي 70 ألف مهاجر اللي كيجي يسكن في مدريد كل عام. 70 ألف مهاجر مفرقين ما بين مهاجرين من خارج اسبانيا ومهاجرين من داخل اسبانيا. جزر البليار من اكثر المناطق اللي الديموغرافيه ديالها كتعمر بزاف، وكل عام كتكتسب 30 ألف، حوالي 30 ألف ساكن جديد. كنصحك تبعد منها. ساراغوسا بدات كتعمر بزاف وكل عام كتكتسب وكتربح 8800 ساكن جديد. بالما ديال جزر بليار، بالما كتربح كل عام 6500 ساكن جديد. مورسيا عمرات بزاف، هي الاحصائيات كتدل على ان مورسيا عمرات بالمهاجرين العرب بزاف. مورسيا كيجي ليها 6100 فرد كل عام كيتسجل فيها جديد في الامباترونامينتو، كيتسجل 6000 واحد جديد في مورسيا مهاجر بطبيعه الحال. بالنسيا حتى هي عمرات. الكوميونيداد ديال بالنسيا اللي قلتها لكم في الخريطه، قلت لكم راه حتى هي كتسجل ارقام قياسيه. المناطق في برشلونه هاد ليوبريغات حتى هي كتسجل 4400. شنو هادي ماربيا حتى هي 4000 نسمه. راه بيرسوناس، هاد الاحصائيات راه بار بيرسون، يعني 4000. هادي قلنا ماربيا قلنا 4200 ساكن جديد. مالاغا 3000. اللي موراها بالا ديال مدريد شنو هادي بيلباو كتجيب 3300 ساكن جديد بالوثائق الرسميه ديالو، كيجيو كيسكن فيها 3000 مهاجر جديد كل عام. يعني هادو المناطق اللي كنعطيكم عمرو. تيراسا ديال برشلونه حتى هي فيها بزاف. ساباديل هادو تخيلوا بان المناطق ديال برشلونه كلها دايره البلان، ولات بحال الكيطوات، ولات بحال الكيطوات. هاد ساباديل وتراسا راه الكيطوات ديال المهاجرين، فيهم اللاتينوس، فيهم المغاربه واللي كما كيعيطوا لهم لوس موروس، فيهم الرومانيين، فيهم عوازه، فيهم الافارقه. بزاف ديال ساباديل راه عمرات بزاف. هانتوما شوفوا هادو كلهم المدن والمناطق كنصحكم تبعدوا منها ديال هاد الطابلو الاول. ندوزو للطابلو اللي موراه واللي هي المناطق فعلا اللي كنصحكم تمشيو ليها وتقلبوا فيها وتبداو فيها صفحه جديده. سير شد التران ولا شد لوطوبوس وسير لهاد المناطق اللي غنعطيكم. هادو لوس مونيسيبيوس اللي فقدوا الساكنه دورانتي العام 2020. هذه اخر الاحصائيات ديال المناطق اللي خاصها ساكنه جديده لان فقدات الساكنه ديالها. كاديس من اكبر المناطق او المقاطعات اللي كتعاني من لا ديسبوبلاسيون، فيها 116 الف نسمه، كتفقد 500 وكثر 500 بيرسون، كتفقد 500 واحد كل عام كيهرب منها. يلا المونيكار ديال غرناطه حتى هي كتفقد حوالي 500. سيوطا تخيلوا بان مدينه سلتا المحتله كتفقد كيهرب منها 500 مواطن كل عام، واللي العدد هي اصلا العدد السكان ديالها 84,000. نزيد نوريكم فيرول، هذه كاينه في لاكورونيا. فيرول واحد المنطقه من اجمل ما خلق الله، واحد المنطقه
فيها كيلتقي الواد بالبحر، راني مازال عاقل عليها. الواد كيلتقي بالبحر، واحد جنة الله على الارض، وكتعيش من الصيد البحري ومول الظاهره. انا في نظري هاد فيرول كتعاني، كتفقد 500 مواطن كل سنه، كيهرب منها 500 واحد. فيرول انا عارفها مزيان. هاد فيرول جايه بحال الملتقى ديال، بحال الا قلتي فيها جوج دول كيتلاقاو، اسبانيا او استورياس كيتلاقى استورياس بغاليسيا، وكيفرق بيناتهم واحد الواد، وداك الواد كيكب في البحر من اجمل ما خلق الله. فالرول مش غادي نقول لكم، كنصحكم في الرول، فيها المعيشه صراحه الله، لو ستيل دو في ديالها زوين. لو ستيل دو في ديالها بحال راك عايش في اسكتلندا، نفس لو ستيل دو في ديالها بحال عايش في اسكتلندا. ندوزو لهادي التاس دي بي. اليكانتي حتى هي كتنقص، اليكانتي حتى هي كيهرب منها الانسان 440 شخص اللي كيهرب من اليكانتي. مورسيا، شنو هادي؟ ماشي مورسيا، اليكانتي راه كتفقد السكان. بورتولانا، سيوداد الريال حتى هي كتفقد شي حاجه. غنشوفو ميريس استورياس رجعنا ليها. هاد المنطقة ديال ميريس اللي جاية في المحميات الغابوية والجبال كتفقد 400، ها هي ناقص 422 نسمة بيرسوناس. سامورا تا هي كتفقد 400 نسمة كل سنة. هذه الإحصائيات ديال الدولة الرسمية، راه ماشي من عندي ولا كنخرف عليكم، هذه راه الإحصائيات اللي خارجة من عند إسبانيا بطريقة رسمية. تبعها ولا ما تتبعهاش، انا اللي عليا كنعطيك المعلومه حتى عندك، وانت خدم عقلك. شنو المنطقه صالحه تقلب فيها على رزقك، وتقلب فيها على القوت ديالك. واش المناطق اللي فيهم الزحام والمقاتله والغلا والمصاعب الكحله، ولا المناطق اللي مخففه فيها الفرص، اي حاجه درتيها ممكن تعيش بها. ايوا خدم دماغك بزاف. ابيلاس ديال استورياس حتى هي كما قلنا. هذه مالاغا، هذه روخاليس ديال اليكانتي، كلهم كيفقدوا. هذه شنو هذه؟ بالنسيا حتى هي كتفقد. بالنسيا سبحان الله. سان مارتين. نشوفوا هادو كلهم لوس مونيسيبيوس اللي كنصحكم تدبروا فيهم على راسكم، ما فيهاش تفريه. هادو لوس مونيسيبيوس اللي كيعاني وكيهربوا منهم الناس، لان صافي ملوا منهم، عاشوا فيهم. اللي كتب الله كيمشي يسكن في المدينه الكبيره او المنطقه الكبيره، او لا كيبدل العتبه. انت بدل العتبه عكسهم. سير لهاد المونيسيبيوس فيهم فرص مخيره. غادي نقول لكم بزاف ديال البلايص، ها هما بزاف. في ويلبا، في مورسيا، كاين مونيسيبيوس اللي في مورسيا لحد الان كيعانيو. في استورياس قرا هاد الطابلو اخي اختي واستافد، وشوف اكثر المناطق اللي ممكن تمشي لهم تبدا فيهم صفحه جديده. ندوزو للطابلو الثالث اللي هو فيه كما قلنا فيه المقاطعات اللي كيجيو ليهم المهاجرين بزاف حتى كيفاض. كتعرف داك الغراف اللي كيفاض بالماء، اللي كتعمروا بالماء. كاين مقاطعات في اسبانيا اللي بقاو كيجيو ليهم المهاجرين ويستقروا فيهم، حتى ولا عدد النسمه ديالهم او عدد لاس بيرسوناس اللي فيهم المهاجرين اكثر من السكان الاصليين. تخيلوا بان المهاجرين اللي في شي مونيسيبيوس في اسبانيا عدد المهاجرين فيهم اكثر من عدد السكان الاصليين. وهاد المهاجرين اكتيفوس، خدامين، ماشي بارادوس. هادو اللي خدامين يعني كيفوق العدد ديالهم الساكنه الاصليه. هاد المناطق هي على سبيل باش تعرفها، ولكن من الاحسن بعد منها، لان هاد المناطق عمرات بالمهاجرين صراحه الله. تورا ديال بورغو ديال الخارا 80% فيها مهاجرين ديال هادو كلهم روخاليس، كل الميريا، هادو كلهم مناطق عمروا بالمهاجرين، تولاو المهاجرين اكثر من الساكنه الاصليه، وكلهم مهاجرين اكتيفوس خدامين تراباخادوريس. كلهم اصل كتلقاهم مخلطين، مهاجرين مغاربه، لاتينوس، افارقه، ولاو دابا حتى الافارقه بزاف.
بزاف. هادو كلهم هاد المناطق شوف قراهم كلهم بزاف بزاف. ها كلهم هادو مناطق ولا عدد المهاجرين فيهم الامبادرونادوس اللي في داك المقاطعات كبر من عدد الساكنة الأصلية، والنتيجة باينة. هادو راه عمرو يعني ديجا تروطار في هذه المناطق عمرو بالمهاجرين. نشوفوا هذه الإحصائيات، وهذه الإحصائيات كتبين لنا شنو هما. نعطيكم أنا من التالي هاد البورسنتاخي ديال لوس مونيسيبيوس اللي ديال المدن اللي في كادا كومونيداد، المدن اللي في المقاطعات او لا كومونيداديس اسبانيولاس. المدن نعطيكم المدن اللي صالحين تمشيو تعيشوا فيهم وتستقروا فيهم. المدينه الاولى واللي هي كيبان ليش برينسيبادو ديال استورياس. تمشيو لاستورياس، انت هو الاول من كلاسي. استورياس هي الاولى من كلاسيا، هي التوب واحد في البلاصه اللي خصك تقصدها والبلاصه اللي خصك تدبر فيها على راسك هي استورياس. هي اكبر كومونيداد كتعاني من لا ديسبوبلاسيون. شنو مور استورياس؟ كاستيا اي ليون عاد هضرنا عليها في الفيديو السابق. كاستيا اي ليون مكلاسيا هي واستورياس توب في الناس كيهربوا منهم، هما اللي هم الاصليين. نتوما المغربي او المهاجر المغربي خصو يعمر، كيخدم تراباخادور، كيخدم كيدير عائله، كيخدم عليها بصدق ونيه وكيستقر، وظروف المعيشه راها مناسبه جد مناسبه في استورياس وكاستيا ليون. نشوفوا المنطقه الثالثه واللي هي اكستريمادورا. الظروف ديالها صعيبه شويه، ولكن اكستريمادورا هي الصالحه للمعيشه والخدمه. اللي كيخدم في الفلاحه وكيعرف الفلاحه مزيان عليه باكستريمادورا، ماشي الجني ديال الثمار او لا الماشيه، لا الفلاحه. اكستريمادورا معروفه بالفلاحه، بالفلاحه. المهم الفلاحه لان كيزرعوا القطاني، كيزرعوا الحبوب، كيزرعوا التبغ، كيزرعوا قصب السكر، كيزرعوا بزاف د الحوايج. اكستريمادورا خصني ندير عليها فيديو بوحديتها. هادو ثلاثه توب في البلايص اللي خص المهاجرين المغاربه يقصدوهم بلا ما يحتاج يقولها لكم اي واحد. انا شرحتهم لكم مزيان من طق حتى السلام عليكم. استورياس، كاستيا اي ليون، اكستريمادورا. نشوف شنو اللي موراها اراغون واحد النسبه قليله حتى هي كتفقد الساكنه بزاف. اراغون، غاليسيا، سمعوا مزيان غاليسيا. خواتاتي المغربيات والمغاربه فين ما كنتو، داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن. غاليسيا راه جنة الله على الارض. نزيدو شنو هادي؟ كاستيا لا مانشا. المهم هادو ستة، كاستيا لا مانشا ولا ريوخا. بعد هاد السبعه ديال المقاطعه، السبعه ديال لاس كومونيداديس اسبانيولاس، كنصحكم تمشيو ليهم. فيهم المستقبل اكيد ان شاء الله العيش الكريم ديال المغاربه، لان فيهم المجال الخاوي. تخيل انت كتلعب كره القدم، واحد الماتش ديال كره القدم، واللاعبين اللي غادي تلعب ضدهم خواولك التيران. كيبقى التيران ديالك دير اللي بغيتي. السبعه ديال اكبر لاس كومونيداديس اللي مضرورين بزاف وكيفقدوا بزاف الساكنه هما هادو. غنبقى نعاودها لكم تدخل للراس، لان كاين شي وحدين ما دخل لهمش للراس. راه هذه احصائيات ديال الدوله الاسبانيه، ماشي هضره من فراغ ولا هضره اشاعه ولا شي حاجه. اللي بغى يسمعني يسمع لي، اللي ما بغاش يسمعني ما يسمعنيش. غادي نقول لكم ندوزو لوحده عاوتاني واحد. شوفوا هادي غادي نقول لكم هادي البورسنتاخي ديال لا بوبلاسيون اكسترانخيرا في كذا كومونيداد. غنوريكم لاس كومونيداديس اللي فيهم المهاجرين بزاف، البلايص اللي فيهم المهاجرين بزاف ومركزين فيهم بحال عرام التشيش، بحال الجراد. المهاجرين ما كنهضركش على المهاجرين المغاربه راه شويه من المهاجرين الاخرين. يعني انا نهضر لك على المهاجرين كلهم بصفه عامه. شنو المناطق اللي عمروها المهاجرين واللي ما كنصحكش تمشي ليها؟ انت دير واحد العمليه حسابيه.
شوف الاحصائيات اللي عطيتك قبل هذه، وقيد داك 7 المقاطعات اللي عطيتك بانهم هما اللي صالحين، ودخل لهاد الاستاتيستيكا هادي وشوف شنو انا عطيت فيها وشنو المقاطعات اللي صالحين، وضرب واحد العمليه حسابيه اللي تخرجت. نبداو على بركه الله. هادو اللي الشرطه ديالهم خضراء ديال 2020، واللي كتحصل المرتبه الاولى في بنادم اللي فيها المهاجرين بزاف وعمرات بالمهاجرين بزاف، وتكلاسات هي الاولى في اسبانيا واللي هي برشلونه وبس. يعني كل 100 ديال الناس كتلقى فيهم 18 واحد اجنبي، 18 واحد مهاجر سالينا. 18% كل 100 ديال الناس كتلقى فيهم 18 مهاجر. كتكلاسي برشلونه يعني بعد منك لا كومونيداد. انا هضر لك انا كاع على لا كومونيداد، بعد من لا كومونيداد ديال برشلونه، تاراغونا، خيرونا، يايدا، بعد من الزمر كامل. لا كومونيداد ديال برشلونه عمرات طفح الكيل. نشوفوا لا كومونيداد اللي موراها واللي هي كاتالونيا. مشكله هذه قلنا جزر بليار. هذه جزر بليار وهي بنتي برشلونه. جزر بليار هي اللي كتحصل المرتبه الاولى. العفو، هذه جزر بليار موراها عاد كاتالونيا. جزر بليار إسلاس بالياريس وكاتالونيا بعد منهم عمرو بزاف. زيد ميليا. ميليا تا هي قال لك مليليا المحتله عمرها بزاف. الناس كتهرب من سبته وتمشي تعيش في مليليا. من سبته كتعاني 500 واحد كيهرب منها كل سنه وكيمشيو يعيشوا في مليليا المحتله. فهمت؟ سته. هذه المنطقه الرابعه واللي هي كومونيداد فالنسيانا عمرات. المهم هادو اللي الشرطات ديالهم عاليين. مورسيا عمرات. هادو اللي الشرطات ديالهم كلهم عامرين بالمهاجرين، فيهم مهاجرين بزاف. مدريد. غنمشيو للتوالا. حنا كيهمونا هاد الخمسه ولا سته اللي الحجم ديالهم صغير. غنشوفوا اخر وحده اكستريمادورا فيها النسبه ديال المهاجرين 3%. تخيل بان اكستريمادورا 100 الناس غتلقى فيهم 3 الناس اللي برانيين، فيهم واحد لاتيني، واحد مغربي، واحد ما نعرف منين، واحد رومان. اكستريمادورا ما فيهاش المغاربه بزاف وما فيهاش المهاجرين بزاف. يعني الوجهه الاولى في هذه الاحصائيات ديال لاس كومونيدادس اللي فيهم المهاجرين اقل او لا اكثر هي هذه. غنقول لكم اللي كتكلاسي بالاولى واللي ننصحكم تبداو بها صفحه جديده لحياتكم اللي هي اكستريمادورا. راه خاصها بالفلاحه. الناس الفلاحه راه يفهموني، ماشي الناس راني هضرت لكم. غاليسيا موراها. ها هي نفس الاحصائيات بطريقه اخرى كتقول نفس المعلومه وكتعطيك نفس المعلومه بان غاليسيا محتاجه للساكنه. فيها لوس اكسترانخيروس قلالين. 400 الناس كتلقى فيهم 4 الناس اللي اكسترانخيروس. هذه استورياس حتى هي كتلقى فيها 4%. كل 100 الناس كتلقى فيهم 4 الناس اللي اكسترانخيروس تراباخادوريس. شنو هذه ما عرفتش شنو هذه الرابعه. شوفوا هذه اللي موراها. المهم هادو ثلاثه هما هادو ثلاثه. شوف الاولى اكستريمادورا، الثانيه غاليسيا، الثالثه استورياس، الرابعه كاستيا إليون. يمكن كاستيا إليون الرابعه كاستيا إليون. الخامسه كانتابريا تا هي محتاجه المهاجرين، ما فيهاش المهاجرين بزاف. هادو كنصحك تمشي ليهم اخي اختي. هذا ما كان في هذا الفيديو. عطيتكم واحد النظره ديموغرافيه ديال اسبانيا والمناطق اللي كتحتاج المهاجرين والمناطق اللي ما كتحتاجش، المناطق اللي فيها فرص عيش مستقبليه ان شاء الله للخوتي المغاربه والمغربيات. انا النصيحه ديالي هي انكم تحاولوا، لان شنو هي المعلومه ان الدول كتاخذ الاستراتيجيات ديالها والمشاريع ديالها والاعمال ديالها انطلاقا من المعلومات. عاد كدير واحد لاكسيون. خص الدوله تكون عندها واحد لا باز دو دوني باش كتاخذ واحد الخطوه ولا كتنشر واحد المشروع حسب واحد المعلومات.
هذه المعلومات اللي ممكن تبدا بها حياتك وتبدا بها صفحه جديده وتنتقل للعيش في منطقه اخرى كتوفر لك ظروف مناسبه وظروف متوسطه مناسبه للعيش والبدء من جديد. مرحبا بكم، معكم قناتكم اسبانيا بالدارجه المغربيه. مرحبا بكم، وصلنا لاخر الفيديو خوتي المغاربه. نتمنى ما نكونش طولت عليكم، وإلا كان عجبكم محتوى الفيديو لايك وتعليق ودعمونا وعطونا الافكار ديالكم الا بغيتوني نهضر لكم على شي موضوع اخر، وبخصوص الا بغيتوني نهضر لكم على كيفاش كتعامل اسبانيا مع المهاجرين اللاتينيين ومع المهاجرين المغاربه. شنو هي الميزات اللي كتعطيها اسبانيا للمهاجرين اللاتينيين وكتفضلهم على المهاجرين المغاربه. قولوها لي في التعليق وانا مستعد ندير لكم فيديو على هذا الموضوع لان شيق، لان بان لي اللاتينيين اكتسحوا سوق العمل في اسبانيا. ما بقيناش كنتنافسوا، ما بقاوش المغاربه كيتنافسوا مع لوس رومانوس ولا مع الغجر ديال لوس خيتانوس. ما بقيناش كنتنافسوا مع لوس خيتانوس ولا لوس رومانوس ولا الافارقه، هما دخلوا على الخط. وهذا ما كان خوتي، نتلاقاو في فيديو جديد وتحيه كبيره والسلام عليكم.